4 3 2 1. في حالة غريبة بتحصل اليومين دول في الإعلام الإسرائيلي وخصوصا في قطاع السينما، لأنه بعد مرور 50 سنة على هزيمة جيش الدفاع الإسرائيلي في 6 أكتوبر سنة 73 بتبتدي إسرائيل تفرج عن اعترافات خطيرة وخاصة جدا، والاعترافات دي بخصوص هزيمة الجيش الإسرائيلي على إيد الجيش المصري في سيناء والجيش السوري في الجولان. ومع إن تل أبيب طول ال 50 سنة اللي فاتوا كانت بتتعامل مع حرب أكتوبر على إنها انتصار للجيش الإسرائيلي بسبب ثغرة الدفرسوار، أو في أحسن تقدير يا سيدي هي تعادل بين الجيشين، عشان القوات الإسرائيلية أثناء الحرب قدرت تعدي الناحية التانية من القنال وبقت أقرب للقاهرة من قبل الحرب، وطبعا ده اختزال كبير للحقيقة. المهم إن نظرية الانتصار ونغمة الكلام عنها اختلفت 180 درجة، وده عملوه من خلال إنتاج سلسلة أفلام روائية بتتكلم عن هزيمة الجيش الإسرائيلي على إيد القوات المصرية، زي فيلم الرصيف أو همزاح، واللي بيتكلم عن حصار القوات المصرية لحصن بور توفيق، واللي كان فعلا قلعة عسكرية بتحوطها المية من 3 اتجاهات، ورغم كده استسلم قائد الحصن بعد حصار استمر من يوم الاثنين 6 اكتوبر لحد يوم 13 اكتوبر. وفي تمام الساعة 11:30 الظهر خرج الضابط الإسرائيلي شالومو أردنست قائد الموقع وهو رافع الراية البيضاء، واللحظة دي اتوثقت بالكاميرات وهو بيعلن استسلامه مع باقي الجنود بتاعته، وبيسلم الموقع للرائد البطل زغلول فتحي قائد كتيبة الصاعقة المصرية رقم 48، وطبعا ده كان في حضور مندوب الصليب الأحمر. لازم حضرتك تبقى واخد بالك ان كل ده حصل بعد ما الطيران الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية بذلوا مجهود خرافي علشان يفكوا الحصار ده. ومن الغريب ان الفيلم الإسرائيلي استعان بمشاهد حقيقية لاستسلام الجنود. اتفاجئت؟ طب خد الكبيرة. الأغرب بقى ان ده الفيلم الأول من ضمن 5 أفلام هتنتجها إسرائيل علشان توثق هزيمتها قدام الجيش المصري، وحضرتك ما سمعتش غلط، هتوثق هزيمتها قدام الجيش المصري. ده غير مسلسل هيذاع على القناة 11 الإسرائيلية من أول أكتوبر عن الحرب، وبرضه بيوثق هزيمتهم في حرب أكتوبر. كل ده كوم، والفيلم اللي أنا جاي أكلمك عنه النهاردة كوم تاني خالص، فيلم بيتعرض في السينما العالمية كلها، وبرضه بيسجل اعتراف إسرائيل بالهزيمة في حرب أكتوبر. والفيلم بيدور حوالين شخصية ممكن الأجيال الجديدة ما تعرفش تفاصيل كتير عنها، أو عن علاقتها بالأحداث اللي سيطرت على المنطقة خلال ستينيات القرن اللي فات واستمر تأثيرها لحد النهاردة. الشخصية دي هي أول وآخر ست تتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل من أول تأسيس دولة الكيان لحد النهاردة، والست دي تبقى جولدا مائير، أشهر شخصية حكمت المجتمع العبري في العصر الحديث، الست اللي سبقت مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية في لقب المرأة الحديدية، الست اللي كان بيخاف منها الرجالة، وأهم وأكبر القيادات في جيش الدفاع الإسرائيلي كانوا بيخافوا منها. ست بدأت حياتها من تحت الصفر ووصلت إنها تفرض كلمتها على البيت الأبيض، لكنها انتهت برضه تحت الصفر. صحيح احنا النهارده هنكتشف مع بعض وثائق سرية إسرائيل أعلنت عنها الشهور اللي فاتت لأول مرة، لكن السؤال المهم دلوقتي هو ايه اللي حصل وخلى إسرائيل تغير منهجها وتنتج سلسلة أفلام ومسلسلات بتعلن عن هزيمتها قدام القوات المصرية والسورية؟ ليه إسرائيل دلوقتي بتشدد على فكرة انتهاء زمن العداوة بين العرب وإسرائيل؟ اخبط لايك وهات ورقة وقلم وركز معايا، لأنه في كل سطر في حكاية. في البداية وقبل ما نخش في تفاصيل الفيلم خلينا نقرب شوية ونشوف التاريخ قال ايه عن جولدا. بص يا سيدي، جولدا مائير هي ست يهودية روسية اتولدت سنة 1898 في كييف عاصمة أوكرانيا دلوقتي، وطبعا وقتها كانت واحدة من ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وكان أبوها بيشتغل نجار، كانت أحوالهم المعيشية مش قد كده، علشان كده كان من الطبيعي إن أسرة جولدا تهاجر زيها زي كل الأسر اليهود اللي راحوا على أمريكا، وده حصل تحديدا سنة 1906. يعني جولدا ساعتها كان عندها حوالي 8 سنين، وبعدين دخلت مدرسة إعداد المعلمين علشان تطلع مدرسة، وبعد فترة هاجرت أسرة جولدا على فلسطين تحديدا سنة 1920. ولازم تبقى عارف إن عائلة مائير هي واحدة من أول العائلات اللي كانت مؤمنة بحلم دولة الكيان، وكانوا من المؤسسين للعصابات الصهيونية اللي كانت بتستوطن فلسطين وبتخش في عمليات إرهابية ضد أهل البلد والقوات البريطانية الموجودة هناك. والعمليات دي كانت بتتم عن طريق الميليشيات الصهيونية اللي كانت متقسمة ل5 فرق، وهم الهجانة وأرجون وبيطار وشتيران وبالماح. وفعلا قدرت عيلة مائير انها تطرد أسرة فلسطينية من بيتها وتستولي عليه، والبيت ده كان موجود على حدود القدس، وده حصل ما بين سنة 1920 و 1921. وهنا مهم حضرتك لازم تعرف يا صديقي ان جولدا مائير كانت سنة 65 عملت لقاء صحفي وقالت فيه انها سنة 48 كان معاها اوراق هوية فلسطينية زيها زي كل العائلات اليهودية اللي طلعت على فلسطين في الفترة دي. حضرتك هتقول لي ايوه وانا استفدت ايه بالمعلومة دي؟ هقول لحضرتك ان ده معناه ان كان في دولة اسمها
اسمها فلسطين موجودة وليها حكومتها وأوراق شرعية، مش زي ما بتقول إسرائيل دلوقتي إنها كانت مجرد مقاطعة تابعة للولاية العثمانية ومحتلة من جانب الإنجليز. المهم إن جولدا كانت في أول مشوارها في دولة الكيان من أكتر المتطرفين اليمنيين المؤمنين بفكرة أرض الميعاد، وابتدت إن هي تتطوع في الأعمال الزراعية الموجودة في المعسكرات اليهودية الموجودة في الأراضي المحتلة، وكانت صاحبة قضية ومؤمنة جدا بالوطن اليهودي وقدسيته، لدرجة إن هي وجوزها كانوا أعضاء في حزب عمال صهيون من قبل ما يروحوا إسرائيل وهم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت دعاية حزب عمال صهيون في الولايات المتحدة الأمريكية قايمة على فكرة تجميع اليهود بهدف إقامة دولة أو مجتمع الكيبوتس اللي كان بيجمع اليهود المهاجرين في إسرائيل بهدف إنشاء وطن ليهم والإعلان عن دولتهم. وده كان مدخلها عشان تبقى رئيسة اللجنة السياسية في الوكالة اليهودية اللي كانت بتصرف على هجرات اليهود وتنظيم الحياة ليهم وشراء الأراضي لليهود من الفلسطينيين وبنى المدارس والمستشفيات ودور العبادة وغيره من مظاهر الدولة. وطبعا كانوا مسؤولين عن تمويل الميليشيات المسلحة اللي هي الدراع العسكري للعمل السياسي الصهيوني. وبصراحة شديدة فالناس دي كانت منظمة لدرجة مرعبة وعندهم خطط وأهداف واضحة تماما. وعلشان حضرتك تقدر تعرف العقلية الإسرائيلية الموجودة دلوقتي لازم تبص بتركيز شديد على اللي كان بيحصل في فترة أواخر العشرينات والثلاثينات من القرن اللي فات. فتخيل إن العلاقات الإسرائيلية في الدول الإفريقية بدأت في الفترة دي، وكان في زيارات متصلة بين مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية مع مسؤولين في الدول الإفريقية زي تشاد والكونغو وأثيوبيا اللي زارها 8 وفود إسرائيلية سنة 28 بهدف مد النفوذ الصهيوني في قلب منابع النيل. يعني اللي بيحصل النهاردة في سد النهضة ده متخطط له تقريبا من 100 سنة فاتت. ده غير ان الدول الافريقيه وخصوصا اثيوبيا فيها اعداد كبيره من اليهود المعروفين باسم طائفه الفلاشه، واللي هجرتهم لاسرائيل كانت بتزود الطاقه البشريه للمجتمع اللي لسه بيتشكل. ده غير ان اليهود الافارقه هيقدروا يقوموا بالاعمال الشاقه اللي محتاجه مجهود بدني وما يقدرش يعملها المهاجرين الاوروبيين. ورغم ان اوضاع يهود الفلاشه جوه المجتمع اليهودي وحشه جدا وبيعتبروا مواطنين درجه رابعه، الا ان تل ابيب قدرت تخلي عندهم ولاء رهيب للمجتمع الاسرائيلي من خلال المجهود الكبير اللي قدرت تعمله جولدا مائير وهي رئيسه اللجنه السياسيه للوكاله اليهوديه. قدرت بعدها تبقى عضو بارز في الكنيسه الاسرائيلي عشان تبان هنا يا صديقي ملامحها الحديديه وقدرتها على القياده. وبالرغم من انها ست الا انها تولد عمليه جمع تمويلات لشراء الاسلحه لعمليات عصابات اليهود في فلسطين، وقدرت انها تجمع $1,000,000 من اليهود الامريكان وهي معتمده على قوه علاقتها بيهم. وبسرعه الصاروخ قدرت جولدا مائير انها تتولى رئاسه الوزراء في اصعب واهم فتره في تاريخ اسرائيل، وقدرت ان هي تخرج بيها من مجرد كيان لدوله فعليه لها قواعد واسس. وعلشان حضرتك يا صديقي تبقى واخد بالك من قوه جولدا مائير في الوقت ده، فالمرشحين لرئاسه الولايات المتحده وقتها كانوا بيخطبوا ودها علشان هي كانت بتضمن لهم اصوات اليهود الامريكان ليهم. ده سر العلاقه القويه جدا اللي جمعتها بالرئيس جيمي كارتر، واللي كان بيشوف ان احلام جولدا اوامر لازم واشنطن تنفذها. وبيتقال ان جولدا هي سر وجود هنري كيسنجر اشهر وزير خارجيه امريكي عرفه التاريخ علشان يبقى ضمن حكومه كارتر رغم انه من اصول يهوديه. وخلينا نقول معلومه في الحته دي، في الايام الاولى من حرب اكتوبر كان في اكتساح رهيب للقوات المصريه، لكن جولدا مائير قدرت تضغط على كارتر عشان تتدخل امريكا بشكل مباشر وتعمل جسر جوي تنقذ بيه الجيش الاسرائيلي، وكمان تكشف طيارات الاستطلاع الامريكي عن الثغره الموجوده بين الجيش الثاني والثالث المصري في الدفرسوار، واللي خلت السادات يوافق على وقف اطلاق النار. ومن الاسرار اللي ما تعرفتش عن جولدا مائير اللي بعد وفاتها انها كانت مريضه بسرطان الدم، لكنها خبت على كل وسائل الاعلام علشان تحافظ على شكلها القوي قدام الناس. لكن هزيمتها في 73 قضت عليها سياسيا وخرجتها بره المشهد تماما، وبقت شخصيه ملعونه في الشارع الاسرائيلي. وزي الفيلم اللي اتعمل ما بيقول، فالناس في اسرائيل نسيوا لها كل اللي عملته علشان اسرائيل وافتكروا لها الهزيمه من مصر، لدرجه ان في يوم وفاتها كان في عدد كبير من الاحتفالات وكانت الناس بتشرب في صحه وفاه جولدا. انت متخيل؟ كانوا بيشربوا في صحه وفاه جولدا بصفتها المسؤوله الاولى عن الهزيمه للجيش الاسرائيلي. اما بقى بالنسبه لفيلم جولدا مائير اللي اتعرض في السينما الامريكيه الايام اللي فاتت واللي منتظر عرضه على شبكه نتفليكس الاسابيع اللي جايه، فبيعتبر اول فيلم من نوعه بتنتجه اسرائيل وبيؤرخ لهزيمه الجيش الاسرائيلي في 73 وفشل المخرج
المخابرات الإسرائيلية في كشف ميعاد الهجوم المصري في إنه هيعبر القناة ويحرر سيناء، بالتزامن مع هجوم الجيش السوري علشان يحرر الجولان يوم عيد الفصح أو عيد الغفران الإسرائيلي. وبيركز الفيلم على شخصية جولدا مائير رئيسة الوزراء في التوقيت ده، وإزاي الموساد فشل في عمل إنذار مبكر لهجوم الجيش المصري، وفشل وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان إن هو يوفر غطاء جوي للقوات الإسرائيلية على الجبهتين المصرية والسورية بفضل نجاح شبكة صواريخ سام 1 وسام 2 اللي اتصدت للطيران الإسرائيلي. وبيطرح الفيلم شخصية الضابط عمنون داننكنر واللي بيوثق أعداد الضحايا الإسرائيليين للمرة الأولى في التاريخ الإسرائيلي، واللي كانوا بيدعوا إن هم خسروا ما بين 600 ل 750 قتيل بالإضافة ل 1500 مصاب. لكن عمنون بيقول في أحداث الفيلم إن على الجبهة المصرية لوحدها خسرت إسرائيل يا صديقي 3400 ضابط وجندي وأكثر من 10000 أسير، منهم حوالي 4100 مصاب بعاهات مستديمة من الدرجة الأولى زي بتر الأطراف أو فقدان البصر، و3000 مصاب من الدرجة الثانية زي فقد الأصابع وتشوهات الجسم، وبخلاف 700 أسير. خليني أفاجئك يا صديقي وأقول لك اكتب في الورقة اللي أنت ماسكها إن الأرقام دي أقل من الحقيقة بحوالي 15%، وده مش كلامي بالمناسبة، ده كلام صحيفة سباي توك الأمريكية. والأرقام دي خلت الضباط بيوصفوا جولدا في الفيلم بإنها كارثة السماء اللي وقعت على دماغ اليهود. وبحسب نقاد هوليوود للفيلم فدي بتعتبر نقلة نوعية في تاريخ السينما الإسرائيلية، لأن الفيلم بيبعد عن الموضوعات المتكررة اللي اتعودوا فيها إنهم يوصفوا المقاومة الفلسطينية على إنها منظمات إرهابية بتقوم بعمليات ضد المدنيين الإسرائيليين، ده غير الأفلام والمسلسلات اللي كانت بتتكلم عن الانتصارات الساحقة لإسرائيل على العرب على مر العصور وفي مختلف المواقع، من أول حروب الاستيطان في بداية تأسيس الكيان الصهيوني مرورا بحرب 28 والعدوان الثلاثي وحتى معارك لبنان وإقليم التفاح والصراع مع حزب الله ومنظمة التحرير الفلسطينية، ده غير حواديت الجواسيس الخارقين لإسرائيل اللي أغلبها حواديت أسطورية ملهاش أي أساس من الواقع. أما مخرج الفيلم جينيتيف وده مخرج إسرائيلي الجنسية مولود في تل أبيب، فعمل حوار مع صحيفة سباي توك الأمريكية وحب يقول الحقيقة في الفيلم، وقال إنه مهم إن إحنا نعترف بهزيمة الجيش الإسرائيلي في الحرب، لكن من ناحية تانية فالمخرج شايف جولدا مائير بطل من أبطال إسرائيل وصاحبة فضل في خروج الكيان الإسرائيلي كدولة معترف بيها على مستوى العالم. ورجع وقال بس ده مش بيعفيها من التقصير، خصوصا إنها استهانت بقدرات المصريين. أما يا سيدي كاتب الفيلم نيكولاوس مارتن فبيقول إن أحداث الفيلم دي اتبنت على التاريخ الأمريكي والإسرائيلي والمصري ومدعمة بلجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية اللي معروفة بلجنة أجرانات، واللجنة دي كانت مسؤولة عن كتابة تقارير حوالين عملية خداع الجيش المصري والسوري للمخابرات الإسرائيلية وإزاي قدروا يكتموا على عملية الهجوم الكامل لحد آخر لحظة. حضرتك هنا لازم تعرف إن تقارير لجنة أجرانات كانت سرية لحد 2023 وما تمش الكشف عنها إلا من كام شهر. ومن ناحية تانية فأحداث الفيلم اتبنت على تصريحات من أشخاص كانوا موجودين في فترة الحرب ووثقوا شهادتهم من خلال الفيلم، زي مثلا زيفي زمير رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية وقتها، ده غير يا صديقي المتحدث الرسمي باسم جولدا ميرون ميديزني. يا راجل دول حتى جابوا الحارس الشخصي بتاع جولدا. وبيقول كاتب الفيلم إن 30% من أحداثه بتدور حوالين الإنجاز المصري والسوري، أما 70% الباقيين من أحداث الفيلم فبتدور حوالين شخصية جولدا مائير اللي ابتدت من تحت الصفر وانتهت برضه تحت الصفر. وبيقول كاتب الفيلم إن الغضب على جولدا مائير بعد الحرب كان ممكن يكون أقل بكتير لو كان رئيس الوزراء راجل مش واحدة ست. ومن ناحية تانية فصحيفة تايمز اوف إسرائيل فشافت إن الهزيمة من العرب كانت بسبب جنرالات جيش الدفاع وعلى رأسهم موشي ديان، لكن الإعلام الإسرائيلي طلعهم من الفضيحة دي زي الشعر من العجين، ده كمان وصفهم بالأبطال. أيوة ليه بقى عملوا كده؟ هقول لك، عملوا كده علشان ما يهدوش أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ومن هنا كان لازم جولدا تكون كبش الفدا للمجتمع الإسرائيلي. وبتضيف الصحيفة إن الفنانة الأمريكية صاحبة جوائز الأوسكار هيلين ميرن ظهرت على الشاشة وكأنها جولدا مائير الحقيقية، لدرجة إن في لقطات في الفيلم الجمهور اتخدع فيها وفكرها متاخدة من أفلام وثائقية حقيقية. أما بقى الجزء المهم في الفيلم من وجهة نظري فهو ظهور شخصية الملاك، وده الاسم الحركي لأشرف مروان، واللي كان بيحذر إسرائيل من هجوم هيحصل قريب من الجيش المصري. لكن في الوقت ده كان موشي ديان بيأكد لجولدا مائير ان المصريين مش هيجرؤوا علشان حرب ضدهم تاني بعد هزيمة 67. لكن تحذيرات اشرف مروان تم تجاهلها من قيادات جيش الدفاع رغم اصرار زيفي زمير بانهم يثقوا في اشرف مروان. لكن جولدا كان عندها تخوفات متعلقة بحقيقة اشرف مروان وانه من المحتمل يكون عميل للمخابرات المصرية وبيبعت معلومات مغلوطة. ولازم تعرف يا صديقي هي تخوفها ده كان في الوقت اللي قدر فيه مروان ان يزرع جهاز تجسس في مكتب الرئيس السادات شخصيا، لكن جولدا كانت متأكدة ان الجهاز
ده اتزرع بترتيب من المخابرات المصريه. ليه؟ عشان كل الاصوات اللي كانت بتيجي منه كانت بتيجي عباره عن اصوات مشوشه وما فيهاش ولا كلمه مفهومه. وبعد الحرب امرت جولدا مائير ان اي معلومه تخص اشرف مروان تدفن تماما. والحقيقه ان شخصيه اشرف مروان تم استعراض قصه حياته في فيلم على نتفليكس باسم الملاك، وبيظهر من خلاله مروان كواحد من المقربين للرئيس السادات، على الرغم من انه كان متجوز بنت الرئيس جمال عبد الناصر. وبتقول احداث الفيلم ان مروان قدم كل فروض الطاعه والولاء للسادات بعد ما اداله كل المستندات والوثائق السريه بتاعه عبد الناصر. لكن على مستوى الفيلمين سواء فيلم جولدا او فيلم الملاك فمحدش يقدر يجزم بحقيقه شخصيه اشرف مروان. هل كان جاسوس لاسرائيل ولا كان عميل للمخابرات المصريه؟ وان الاخبار اللي كان بيبعتها لاسرائيل كانت بناء على تنسيق مع الرئيس السادات مباشره علشان يفضل اشرف مروان واحد من اكبر علامات الاستفهام في العلاقات بين المخابرات على مستوى العالم. خلينا نرجع لفيلم جولدا مائير واللي كشف عن واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. والمفاجأة إن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي كان عنده رغبة إنه يضرب الجيش المصري والسوري بالأسلحة الذرية اللي كانت إسرائيل عندها مخزون أمريكي منها. وده حصل بعد ما تأكد ديان من اجتياح القوات المصرية لحصون خط بارليف. وبيوصف ديان اللحظة دي بإنها حرب هرمجدون. لكن جولدا مائير منعت ديان من استخدام السلاح النووي وطلبت من رئيس أركان الجيش ديفيد أليعازر إنه ما ياخدش أي أوامر من موشي ديان اللي هو وزير الدفاع اللي هو رئيسه المباشر، وبالشكل ده أنهت كل صلاحياته كوزير للدفاع. والمعلومات دي بيقول كاتب الفيلم إن هو خدها من رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية إيلي زعيرة. ومن ناحية تانية فالفيلم بيسلط الضوء على شخصية أشهر وزير خارجية عرفه التاريخ الأمريكي وهو هنري كيسنجر، واللي كان من أصول يهودية بالمناسبة، واللي كان بيعتبر جولدا مائير إن هي جدته. وعلى الرغم من كل ولائه لإسرائيل لكنه قام بكم كبير جدا من الضغوط على جولدا مائير علشان تتقبل فكرة الهزيمة من المصريين وإنها تستسلم للأمر الواقع، خصوصا مع قطع إمدادات البترول عن الغرب. وفعلا وافقت جولدا مائير اللي كانت بتعيش آخر سنين حياتها مريضة بسرطان الدم من سنة 61 واللي خبيته عن كل اللي حواليها. وبعدين بيتنقل الفيلم لزيارة الرئيس السادات لإسرائيل وخطابه الشهير جوه الكنيسة الإسرائيلي. وبيحاول مخرج الفيلم إنه يوثق فكرة انتهاء الصراع بين تل أبيب والقاهرة، وده من خلال مشهدين. المشهد الأول ظهور الرئيس السادات مع جولدا مائير وهو بيضحك معاها خلال الزيارة، والمشهد الثاني كان المشهد الختامي للفيلم وهو وجود جولدا مائير في بيتها وهي بتتفرج على توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 78 واللي توفت بعدها جولدا مائير بأيام قليلة. هنا بقى وقبل ما نختم كلامنا لازم نسأل السؤال اللي سألناه في أول الحلقة، هو إيه اللي حصل وخلى إسرائيل تغير منهجها وتنتج مجموعة من الأفلام والمسلسلات اللي بتوثق هزيمتها قدام الجيش المصري والسوري؟ وليه إسرائيل دلوقتي بتشدد على فكرة انتهاء زمن العداوة بين العرب وإسرائيل؟ الإجابة باختصار إن إسرائيل ما بقاش يهمها الشكل، بقت بتدور على المضمون، والمضمون بالنسبة لها هو خلق نظرة جديدة في العالم العربي لقبول إسرائيل علشان عملية التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية ما تفضلش من رؤساء الدول وبس. لا، إسرائيل محتاجة تطبيع مع الشارع العربي نفسه، وإن وجودها في المنطقة يكون طبيعي ويكون من حق المواطن الإسرائيلي الدخول والخروج من أي دولة عربية من غير ما يحس إن في عداوة في الشارع. لأن طموح إسرائيل في تنفيذ مجموعة من الصفقات الاقتصادية الضخمة مع الدول العربية طموح ملوش حدود. وعلى الرغم من كل محاولات تل أبيب عشان ترضي الرياض إلا إن كل محاولاتها فاشلة. إسرائيل ما بتنتجش مجرد أفلام أو مسلسلات ولا مادة إعلامية علشان الناس تقعد تمسك فشار وتتفرج وتضيع وقتها. تقدر تقول يا صديقي ان اسرائيل بترجع تكتب التاريخ بس بشكل مختلف، بحيث ان الناس في العالم العربي لما تشوف الافلام دي تنسى صورة التعالي والصلف الاسرائيلي، خصوصا وان الافلام دي بتلعب على وتر الانسانية وان الحرب مدمرة للطرفين سواء العربي او الاسرائيلي، وانه زي ما كان في ضحايا عرب كان برضه في ضحايا اسرائيليين. هنا انتهت حلقتنا، لكن قبلها اكتبوا لنا في التعليقات هل نعمل حلقة عن اشرف مروان ولا لا. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة والكومنت وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اتشرفت بيكم.